في حاجة كده في قسيمة الجواز من تحت خالص اسمها الشروط الخاصة. أنا عايزة أقولك إن هي ممكن توفر عليكم حاجات كتيرة جدا ومتلجأوش المحكمة. ده إزاي؟ لو انتوا كتبتوا إيه اللي انتوا عاوزينه في الشروط الخاصة دي، طالما الحاجات اللي انتوا هتكتبوها مش بتحلل حرام أو مش بتحرم حلال. يعني ايه؟ يعني لو انت مش عايزه جوزك يتجوز عليكي من حقك تكتبي وتقولي انك المفروض تطلقي منه بمجرد ما هو يتجوز واحده تانية. انت مش هتمنعيه من الزواج، لكن انت من حقك طلب الطلاق في حاله ان هو تزوج زوجه تانية. ايه تاني؟ الزوج من حقه يكتب ان القايمه بتاعته في حاله ان الزوجه طلبت الخلع او طلبت الطلاق، فساعتها الشرط الخاص ده او البند الخاص ده من حقه اللي هو يتمسك بيه ويقدمه قصاد المحكمه ويقول لا انا اصلا متفقين على ان المنقولات تبقى بتاعتي لو هي خلعت او طلقتني. ممكن تكتبوا ايه تاني؟ ممكن كمان تحددوا المتعة والعدة والمؤخر وتكتبوه بمبلغ مالي او بجرامات ذهب، وانا بشوف ده كتير جدا. فساعتها لما بيتم الطلاق اذا كان من قبل الزوج او من قبل الزوجة بيتم دفع المبلغ المكتوب فقط لا غير.